ترى هتختار البنطلون المقلم ولا هتختار البنطلون الساده؟ خليكم معانا في الفيديو ده وركزوا، سيبوا لنا في الكومنتات هتختاروا البنطلون المقلم ولا البنطلون الساده من البيجامات الستان المميزه اللي موجوده عند رأفت صيام. نبدا بالساده. بس على فكره الالوان كتيره بس الستايلات مختلفه سواء كان ساده او مقلم. ماشي، تعالوا نشوف القطعه دي، على فكره متطرزه ومتطعمه كده بلون تاني جميله قوي. وادي البنطلون الساده. مقاساتنا في التلبيس يا دنيا من 65 ل 75. 65 ل 75. كل الستايلات دي موجوده عند رأفت صيام، تقدروا تطلبوها سواء كان اونلاين او تزورونا في فروعنا كمان في المنصوره او في المحله الكبرى. يلا نشوف المشجره. ايه المشجر. الستايلات المشجره برضو مهمه جدا ولازم توفروها في محلاتكم، والعروسه وذوقها بقى تختار المشجر او المقلم ولا تختار ودي تلبسها كبير شويه لحد 85. لان على فكره الستايل مختلف، هتلاقوا هنا الستايل هنا بصوا مختلف شويه عن طويل من ورا وقصير من قدام. وادي هنا التقليمه كمان موجوده على الكب. وادي البنطلون في الستان. بصوا الستايل اكتر مميز. الحقوا الحاجات الترندات دي كلها موجوده دلوقتي في كل فروع رأفت صيام. طبعا منه الوان زي ما انتم شايفين نفس بصوا ده مثلا منه اللون الاحمر اهوت، وفي لون تاني الاسمر، في كمان اهو اللون ده البيبي بلو، في منه كمان ده. وبالنسبه للساده كمان موجود منه الكافيه ده الوانه والزيتي والكشمير. بصوا الالوان كلها موجوده. ده ماشي الازرق ده. كل الستايلات دي موجوده عند رأفت صيام. الحقوا الترندات دي كلها موجوده لمحلاتكم وكل فروع رأفت صيام. شكرا يا بنات، استنوا الفيديو الجاي نقول لكم تفاصيل اكتر، وسيبوا لنا في الكومنتات. ولو مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه مهما كان الفيديو شفتوه على اي منصه سواء كان فيسبوك او يوتيوب او حتى تيك توك.